قوية لمنتخبين أكد على حضور مميز في هذه المشاركة الودية هنا بمدينة سلا، وبالتالي كنقول بأنه تباري غادي يكون كبير اليوم. اللي ولكن تبصرار مسرار يسجل 1-0 مسرار يسجل. بدايه مشجعه المنتخب مشجعه، والاصابه جات في الوقت ديالها لان بعد مرور 10 ديال الدقائق تسجل الهدف الاول. هذا نوعا ما غادي يربك الدفاع ديال الفريق الدنماركي. ولا ذكرتي كنا كنقولوا الى متى الشكل هذا هدف بطريقه جميله، الحارس في جهه والكره في جهه. كوبنهاجن فوتسال كره اماميه كيدخل، يعني ما خصهمش يعطيهم الفرصه انهم يقربوا عنده المنطقه ديالو. الدنماركي ما لقاش الحل. والمحاوله من المحاولات من عناصر المنتخب الوطني المغربي. هدف جميل هدف جميل عثمان بونزو مع الدخله عثمان بونزو جميله وجيده وصراحه يعني ربما اليوم نشوفوا حصات هذه. لا قلت لك ان وقع ارتباك كبير في الدفاع ديال الفريق الدنماركي. هادشي اللي خلى الجهه اليسرى صويبه الحاليه المقبله واللي نتمنوا فيها كامل التوفيق لعناصر المنتخب الوطني المغربي. هذه محاوله وتصدي بومزو بهذا الشكل. تمريره ممتازه مغربيه، محاوله هدف جميل المنتخب الوطني المغربي. حتى ديك 50% مشات القنيطري والجميل. نعم هذا عثمان بومزو كيسجل بطريقه يمكن الى استثمارها من الجهه اليمنى. 4-0 انهيار المهرجان كاع انهيار تام المنتخب الدنماركي، انهيار تام. هذا الشعراوي اللي سجل الهدف يعني طريقه جيده، وصراحه نحيي المنتخب الوطني المغربي. اكيد نحيي لا في ظل التقنيات اللي عندنا. باقي خاص كيشوف الاسلوب طريقه اللعب، لانه هي عباره عن ميكانيزمات واللاعبين كيقدموها يعني بواحد الفرجه بواحد الاثاره من زاويه اخرى. تمريره سهله